السادة الزملاء، الإخوة المعلمين، مسؤولي الإحصاء بالمدارس، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنتعلم إزاي إن احنا نفعل بيانات البريد الإلكتروني الموحد للطالب، وإزاي هنخطي كود الكباتشا تلقائيا بدون أي تدخل منك، وكمان إزاي هنعرف نستقبل رسائل تفعيل البريد الإلكتروني على جهاز الكمبيوتر، لأن احنا طبعا بنستقبلها على الموبايل، فهنتعلم ازاي نستقبل الرسائل ديت على جهاز الكمبيوتر. من غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا الشرح. طبعا اول حاجه ان احنا بنسجل دخول على موقع بيانات التلميذ، طبعا من متصفح جوجل كروم او اي متصفح. مثلا ندخل من متصفح فايرفوكس ونكتب هنا بيانات التلميذ. اول نتيجه بحث هنختارها عادي خالص، اللي هي بيانات التلميذ مركز وزاره التربيه والتعليم، وطبعا هنا هتكتب الايميل الخاص بمسؤول الحكومه الالكترونيه بالمدرسه تسجيل الدخول. بعدين بنكتب كلمه المرور وبنضغط ساين ان. بتفتح معايا بيانات المدرسه اللي هو كود المدرسه واسم المدرسه والمرحله والتبعيه. هنا بضغط على اختار. طبعا احنا شرحنا قبل كده ازاي نحمل بيانات الطلبه. اول طريقه ان انت ممكن تضغط على ملف بيانات الطالب وتضغط على تعديل بيانات البريد الالكتروني الموحد، وتضغط بحث عن كود الطالب، وبعدين بنختار الصف، مثلا الصف الثالث، وبنضغط بحث. او الطريقة التانية ان انت بتروح على نقل الملف الالكتروني وبتضغط على تسجيل طلب النقل من المدرسة، وبتضغط على بحث عن كود الطالب وبتختار الصف الثالث وبتضغط بحث. بيفتح معايا طبعا بيانات الطلبة. بيانات الطلبة طبعا دول حوالي 261 طالب، يعني هلاقيهم في 26 صفحة، لانه طبعا بيظهر لي 10 طلبة فقط. فانا طبعا هستخدم كود عشان انسخ البيانات من موقع الوزاره، والكود دوت عشان اظهره يا اما تحدد شريط العنوان، نضغط كده بالماوس على شريط العنوان ونضغط، وبعدين بنضغط F12 من الكيبورد اللي هو لوحه المفاتيح، وبنختار طبعا كونسول او لوحه التحكم. الطريقه الثانيه لتفعيل وضع المطور اللي هو ديفلوبر تولز، ان احنا بنفعل شريط القوائم اللي هو المنيو بار. بنروح هنا وبنضغط كليك يمين وبنختار منيو بار، ومنه بنختار تولز للادوات، وبنختار براوسر تولز وويب ديفلوبر تولز، وبعدين بنعمل نسق الكود البرمجة هنا وبنضغط انتر. بيقول لي هل تريد تحميل الملف؟ طبعا بتعمل تصدير الملف، وبكده بيكون حمل ملف الصف الثالث طبعا، وبنعدل وبنجيب الكود بتاعنا. ده الكود اهوت اللي هو كود برمجة. بنعمل تحديد للكل بكنترول وايه، او ممكن نضغط على اديت ونختار سيلكت اول تحديد الكل، وبعدين نضغط كليك يمين ونعمل كوبي، او كنترول وسي من لوحة المفاتيح. ونروح هنا طبعا وبنضغط بيست، نضغط كليك يمين وبيست، او ممكن كنترول وفي من لوحة المفاتيح. هو بمجرد ان انا اضغط انتر هيحمل لي الملف وبيانات الطلبة في شكل اكسل. بيقول لي هنا هل تريد تصدير الجدول الى ملف اكسل؟ بضغط طبعا موافق، وبسمي الملف دوت الصف الثالث، وبضغط اوكي. طبعا خلاص انا عندي كده ملف بتاع الصف الثالث. تمام كده انا هقفل خلاص الصفحة ديت بتاع اللي هي بيانات. خلاص كده انا هقفل المتصفح. انا كده عندي بيانات الصف الثالث. بفتح البيانات او بفتح الملف دوت، بضغط على تمكين التحرير. اهم حاجة عندي طبعا اللي هو الرقم القومي واسم التلميذ وكود التلميذ. يعني ممكن نحدد الصفوف ديت هيت ونعمل لها حذف. يبقى كده انا عندي كود التلميذ واسم التلميذ والرقم القومي. عشان اظهر الرقم القومي بشكل سليم بضغط كليك يمين واختار تنسيق الخلايا، ومن الرقم بخلي المنازل العشرية بخليها 0، وبضغط موافق. بيظبط معايا الرقم القومي. كده الرقم القومي ظبط معايا. تمام. ده بالنسبة لإظهار الأرقام القومية. خلاص كده أنا عندي الملف دوت في الاسم وكود التلميذ والرقم القومي. عشان أفعل بيانات البريد الإلكتروني الموحد بيحتاج إن يكون معايا الرقم القومي وكود التلميذ والبريد البديل ورقم الموبايل والباسورد. الباسورد طبعا ممكن تعمل باسورد واحد لجميع الطلبة لو انت مثلا مسؤول عن الحكومه الالكترونيه في المدرسه وانت اللي هتفعل الايميلات، او ممكن نعمل الباسورد الافتراضي اللي بتعمله الوزاره اللي هو اس كابيتال تي دي ورمز الشباك وطبعا تاريخ الميلاد، او ممكن الطالب بنفسه يفعل بريد الكتروني ويعمل باسورد خاص بيه. انا هنعمل دلوقتي الباسورد الخاص بالوزاره. فنكتب اس كابيتال تي دي وعلامه الشباك اللي هي من شيفت ورقم 3، وهنسحب لنهايه العمود اللي هو لحد اخر طالب. تمام كده انا معايا اهوت لحد اخر طالب. بعدين انا هحتاج هنا تاريخ الميلاد. عشان اسحب تاريخ الميلاد من الرقم القومي لو الجزء الخاص بتاريخ الميلاد هستخدم دالة، فاضغط على كلمة صيغ او فورمولا ومنها اختار ادراج دالة. طبعا هختار قائمة الدالات الاخيرة، ممكن لو مش موجودة دالة ميد فبضغط على الكل وببحث عن دالة اسمها ميد MID، وببحث عن دالة ميد ادي ميد اهيت وبضغط عليها موافق. في خانة تكست بيقول لي طبعا انهي خلية انت تشتغل عليها، فهروح لاول خلية في عمود الرقم القومي اهيت اول واحدة،
واحددها، وبعدين في الخلية اللي بعديها اللي ستارت نمبر هنكتب رقم 2، يعني هنبدأ من تاني رقم، واخر رقم اللي هو رقم 6. يبقى انا كده هاخد تاريخ الميلاد واضغط موافق. كده هيطلع معايا تاريخ الميلاد اللي هو 18/3/2007. هسحب لاخر عمود، هيطلع لي تاريخ الميلاد لكل الطلبة، هنطبق على الكل. بعدين اخر حاجة هنعملها ان احنا هنستخدم دالة اسمها اند، هنقولها يساوي، هنكتب هنا يساوي العلامة ديت وعلامة اند اللي هي من شيفت ورقم 7، وهنضغط هنا احدد الخلية التانية ونضغط انتر. كده خلاص عمل معايا الباسورد الافتراضي. هسحب لاخر العمود، اخر عمود اخر صف في الطلب اهوت كده تمام. يبقى انا كده عندي اسم الطالب، يبقى انا كده عندي كود التلميذ واسم التلميذ والرقم القومي والباسورد. هنضغط نحدد عمود الباسورد وهنعمل له هنا لصق قيم. تمام كده خلاص. ممكن احذف الباقي دوت. هحتاج بس كده رقم التليفون والبريد الموحد. طبعا البريد هتستقبل عليه رسائل، لازم يبقى بريد شغال ويكون بريد خاص بيك، وتكون متأكد ان البريد ده مش هيتقفل خالص او بريد مهم بالنسبة لك يعني. فهندخل على البريد الالكتروني، ناخد البريد الالكتروني بتاعنا وهنخلي البريد معانا هنا في صفحة الاكسل اهوت. هننسخ البريد هنا وهنكتب هنا رقم التليفون، وهنكتب هنا رقم التليفون اللي احنا هنستقبل عليه الرسائل. لو ظهر معاك رقم التليفون بالشكل دوت، الزيرو مش مكتوب، بتضغط عليه كليك يمين وبتضغط تنسيق الخلايا، ومن الرقم او لا مش من الرقم، من كلمة مخصص، وبتعمل هنا 11 زيرو، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بتلاقي ظهر معاك. اول ما يظهر معاك فوق هنا في النموذج بتضغط موافق. كده خلاص، يبقى كده الرقم ظهر بشكل دائم. يبقى انا كده معايا كود التلميذ واسم التلميذ والرقم القومي وكلمة المرور والايميل، وكده معايا الموبايل. هنبدأ نشتغل على بركة الله. كده هنبدأ على بركة الله نفعل الايميلات. عشان افعل الايميلات بحتاج ان انا اتخطى كود الكابتشا، وعشان اتخطى كود الكابتشا لكل طالب ده موضوع صعب جدا. فاحنا هنفعل اداة على جوجل كروم. الاداة دي هتساعدنا في تخطي كود الكابتشا. اول حاجة هنفتح اللي هو متصفح جوجل كروم وهندخل على موقع جوجل، او ممكن نبحث في شريط العنوان فوق، بس ندخل على موقع جوجل اسهل، وهنكتب كابتشا سولفر اوتو كابتشا فري. سولفر كابتشا سولفر. اول ما تظهر معايا نتائج البحث بختار كابتشا سولفر اوتو اتش كابتشا ري كابتشا فريلي. انا هختار الاختيار دوت. اول ما تظهر معايا الاداة على طول مباشرة انا اضغط على اد تو كروم، يعني اضافه الى كروم، وبضغط اد اكستنشن يعني اضيف الامتداد. كده تمام. لما يجيب لي تيرن اون سينك يعني تم التثبيت، يعني كده خلاص اتثبتت الاداة. وبيجيب لي برضو ريموف فروم كروم، يعني لو عايز انت تعمل زي من كروم. طبعا احنا كده ثبتنا الاداة خلاص. كده يبقى انا ثبت الاداة ومعايا الاكواد. انا محتاج كده اخر حاجة ان انا استقبل رسائل الموبايل على جهاز الكمبيوتر. بعد ما ثبتنا اداة كابتشا سولفر هنبدأ نفعل ايميل. هندخل الرقم القومي للطالب هنا، وكمان هندخل كود الطالب، وبعدين بنعلم في ايام نوت روبوت هتظهر لي اللي هي صور الكابتشا. هروح للاكستنشنز الامتدادات، ومنها طبعا اختار اللي هي كابتشا سولفر فري. هضغط عليها وهعمل سولفر سويتش، يعني هفتح الكابتشا. هنتظر لحد ما يتم تفعيل الصور. اول ما يتم تفعيل الصور بشكل تلقائي طبعا بضغط على المتابعة، بنتظر لحد ما يتم تفعيل الصور. الأداة لازم تبقى مفتوحة، ما ينفعش تقفلها. يعني كده بيتم تفعيل الصور. اول ما يتم تفعيل الصور مباشرة طبعا بنضغط على كلمة فيريفاي اللي هي تأكيد. بنتظر لما يتم تأكيد الصور وتظهر لي علامة صح داخل المربع ان هو تم التأكيد زي كده. ايام نوت روبوت اتعلمت صح. بضغط على التحقق من البيانات. طبعا بقفل الأداة عشان ما تعملش معايا كباتشة كتير. وطبعا بكتب هنا الرقم الموبايل، وبكتب البريد الالكتروني البديل وبكرره تاني عشان نسيت كلمة السر يعني، وبكتب كلمة المرور الخاصة الجديدة بالطالب. وبعدين هي متعلمة ايام نوت روبوت الكباتشة سولفر حلتها. وبعدين بضغط على انشاء الحساب. طبعا هي خلاص كده تمام. كابتشا سولفر فري معمولة، فبضغط على انشاء الحساب وارسال كود التأكيد للبريد الالكتروني. طبعا انا مفعل استقبال الرسائل على جوجل، فطبعا ايه هرجع اشوف الرسالة اللي جت. ادي الرسالة اهيت، رسالة التأكيد. طبعا كل رسائل الموبايل عندي بتظهر على الكمبيوتر على بيئة الويندوز. لو عايز تعرف الشرح هتلاقيه في الوصف اسفل الفيديو. وهنكتب الكود هنا، وبعدين هنعلم في ايام نوت روبوت او نشغل الاداة، اي حاجة من الاتنين عادي، بس لازم تشغل الاداة عشان تفك الكباتشة. ونضغط على سولفر سويتش نفتح الاداة. هيتم تفعيل الصور، وزي كده هيفعل لك الصور. ومجرد انه يفعل الصور اما تضغط على كلمة
فيريفاي يعني تأكيد، وطبعا بتضغط على تأكيد إنشاء الحساب بعد ما يتم التعليم طبعا على الصور. كده ظهر علامة صح، خلاص هقفل الأداة وهكتب تأكيد وإنشاء الحساب. تمام كده تم إنشاء حساب الطالب. يا ريت لو كان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بعمل سبسكرايب للقناة لو أنت أول مرة بتشوفني، وتعمل إعجاب بالفيديو وتعمل شير ليصل لأكبر عدد من السادة الزملاء. شكرا لكم، كان معكم مستر عيد.